حلقة جديدة من كتابكم وكتاب جديد. أهلا بكم. صدر مؤخرا لدى دار العين في القاهرة كتاب جديد للشاعر الكردي السوري ريبر يوسف بعنوان قريبا تنهض الجدة. حول الكتاب الجديد كان لنا هذا اللقاء مع ريبر يوسف. قريبا تنهض الجدة مجموعة جديدة، هل يمكن أن تصنفها نثرا أم شعرا؟ روج باش صديقي جوان، مش قادر حقيقة أني أصنف كتاب قريبا تنهض الجدة إذا كان شعر ولا نثر. بتوقع المعادلة صعبة كتير، خاصة أنه لكل شكل من هدول الشكلين له ماهيات مختلفة حسب ما نسمع عنه ونقرأ ضمن إطار القواعد والنقد وغيره. كنت حابب أنجز هذا الكتاب بهيئة نصوص مفتوحة أو رواية، لكن حالة عدم الاستقرار عندي والأسئلة الوجودية الصعبة اللي انتابتني لحظة بدايتي بهذا المشروع أو الكتاب، هدول الظروف فرضت علي أني ألجأ لصور قصيرة متقطعة. طلع الكتاب على هذا النحو أو على هذا الشكل. ما استخدمت التشابيه اللي عادة النص الشعري بيكون مبني نوعا ما على أساسه. يمكن الموضوع مرتبط بعملية اختبار الذاكرة تماما. جداتنا لما كانوا بيحكوا وبيسردوا قصص ما كانوا يلجأوا للتشابيه، كان في سرد فقط. كان في عندهم قدرة صياغة أي حدث في إطار شعري بعيد عن شكل القصيدة الشعرية اللي بنعرفها. يمكن تقدر تقول هو جزء من الوفاء للغة الجدات بشكل عام. هل يمكن أن نتحدث قليلا عن أجواء المجموعة الجديدة؟ المجموعة مكونة من نصوص قصيرة. ما بلشت كتابة أي نص باستخدام فعل. كل النصوص تفتتح بالصفات أو بالصفة أو حال أو حرف جر، على عكس نظرية البطولة بالشرق عموما. دائما كان في فكرة أو نظرة أنه الشاعر هو بطل فارس، عنده حصان وعنده سيف وقادر يغير العالم. هي نظرية برأيي مش صحيحة للأسف. الموضوع كان مرتبط بالسياسة والدين نوعا ما. الشاعر إنسان ما عنده القدرة أنه يقوم بالأفعال، مشان هيك عم يكتب، يلجأ للكتابة. الإنسان اللي يملك القدرة على أنه يغير عمليا رح يغير بدون ما يلجأ للكتابة. من هذا المنظور ممكن أقول أو ممكن ينقال إنك مثلا إنك تبلش، إذا بلشت قصيدة بالفعل هو ممكن يكون نوع من أنواع التناقض وفيها لا مصداقية نسبة للدوافع اللي بتدفع الشاعر أو الإنسان العادي إنه يكتب نص شعري أو نثري. على سبيل المثال نصوص الكتاب كلها مكتوبة بزمن المضارع أو الفعل المضارع، ما فيها فعل ماضي أبدا. يمكن هذا يكون نوع أو شكل من أشكال الانتصار الوهمي على الزمن، إنك تلجأ لفعل ماضي هو بطريقة ما ممكن يكون انتصار الزمن على اللحظة. خاصة إني لحد هلا مش مصدق أو يعني ما عندي إمكانية إني أصدق إنه جدتي ماتت، مش موجودة بالحقيقة. كما لو كانت الأحداث بتصير هلا، تحدث هلا قدامنا، فيه جزء من عملية يعني عملية استمرارية اللحظة، وبالتالي راح تضل هي الجدة اللي ربتني حتى صرت شاب ولقنتني كتير علوم بطريقة شفاهية. هي ما كانت تجيد القراءة والكتابة بأي لغة،
كانت تحكي بالكردية فقط. وكمان راح أضل أنا الطفل اللي كان بينظر للنجوم ويسمع جدته وهي عم تحكي له قصص قبل النوم طيلة عقد ونص تقريبا من الزمان. ما حكاية الأرقام الموجودة كعناوين داخل الكتاب؟ قصة الأرقام الكردية بالكتاب واللي أخذت دور عناوين للنصوص حقيقة إلها علاقة بعملية إشراك الجدة بالكتاب. مثل ما بتعرف الطفل بيبلش يتعلم لغته الأم من خلال من خلال أعداد الأرقام بأغلب الحالات. جدتي علمتني كيف أتعلم يعني علمتني الأرقام باللغة الكردية. كانت تعتبرني ورقة بيضاء وبدها تدون كل شيء عليها. نجحت بالفعل. وعملية العناوين الكردية لنصوص الكتاب هو جزء من الوفاء إلها، إلى جانب كونها شريكة روحية بالكتاب. طبعا في قصة تانية كمان ممكن يعني أحكيها، إنه هل شكل أو الأرقام الكردية أو عنونة النصوص بالأرقام الكردية هو لوضع المتلقي العربي قدام عملية الثقافة الكردية من منظور ما. أتوقع إذا ضليت عايش ممكن أضل أستخدم هاي العملية بجميع الكتب اللي ممكن أو رح أكتبها وأطبعها. هل من مشاريع كتابية جديدة وما هي؟ أنجزت قبل حوالي سنة كتابة رواية وهي جاهزة للطباعة، واشتغلت على رواية تانية ممكن تقدر تقول إنها شبه منجزة كمان، لجانب مخطوطين إنه بين شعر ونثر كمان منجزات. وهلا المفروض خلال أسابيع قليلة يصدر كتاب جديد لي بعنوان إنه مرايا دولة الدكتاتور عن دار ميسلون مركز حرمون. الكتاب مجموعة نصوص مفتوحة تحكي عن الدكتاتورية بزمن حزب البعث بسوريا قبل الثورة والحرب. في مجموعة مشاريع وكلها مرتبطة بعملية ما حقيقة، وبسؤال وجودي هو رح ضل عايش حتى أنجزها ولا لا. بشكركم كتير، بشكرك صديقي جوان، بشكر الأصدقاء براديو فون FM، وبتمنى أن نلتقي بيوم ما قريبا إن شاء الله. كتابكم فقرة أسبوعية نسلط الضوء عبرها على آخر إصدارات الكتب في الشعر والرواية والقصة القصيرة. كتابكم نسأل من خلاله المؤلف لتكونوا على علم بآخر إصدارات الكتب.